مستمعي هيفي اف ام، طابت اوقاتكم. سنتناول اليوم في زاوية بيبن بيسينور مصطلح البنية التحتية لنتعرف على أهم التعريفات الخاصة به ومدى كونه سلاحا ذو حدين. البنية التحتية عبارة عن الهياكل المنظمة اللازمة لتشغيل المجتمع أو المشروع أو الخدمات والمرافق اللازمة لكي يعمل الاقتصاد، وهي تمثل مصطلحا هاما للحكم على تنمية الدولة أو المنطقة. وهذا المصطلح يشير في الغالب إلى الهياكل الفنية التي تدعم المجتمع مثل الطرق والجسور وموارد المياه والصرف الصحي والشبكات الكهربائية والاتصالات عن بعد وما إلى ذلك. ويمكن أن يتم تعريفه على أنه المكونات المادية التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين أو تحسين ظروف الحياة المجتمعية. وعند النظر إليها من الناحية الوظيفية، فإن البنية التحتية تسهل إنتاج البضائع والخدمات، بالإضافة إلى توزيع المنتجات المنتهية في الأسواق، وبالإضافة أيضا إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات. فعلى سبيل المثال تتيح الطرق القدرة على نقل المواد الخام إلى المصانع. وفي اللغة العسكرية فإن هذا المصطلح يشير إلى المباني والمنشآت الدائمة اللازمة لدعم القوات العسكرية وإعادة انتشارها وتشغيلها. ولتبسيط الأمر، فإن البنية التحتية هي أي شيء يلزم وضروري للحياة اليومية، أي كل شيء يستخدم بشكل يومي. تم استخدام مصطلح البنية التحتية بالإنجليزية infrastructure منذ عام 1927 على الأقل، وكان هذا المصطلح في الأصل يعني المنشآت التي تشكل أساس أي عمليات أو أنظمة. أما قاموس إكسفورد الإنجليزي فيرجع أصول الكلمة إلى استخداماتها الأولى، والتي كانت تسري في البداية على الجانب العسكري، وقد تم أخذ تلك الكلمة من اللغة الفرنسية، حيث كانت تعني الأرضية الطبيعية، والتي تعني المواد الأصلية الطبيعية الموجودة تحت الأرضية أو السكك الحديدية التي يتم إنشاؤها. والكلمة مكونة من جزئين، الجزء الأول هو بادئة باللغة اللاتينية وهي انفرا والتي تعني تحت، وكلمة استغستيغ وتعني بناء. وقد زاع صيت الاستخدام العسكري لهذا المصطلح في الولايات المتحدة بعد تكوين حلف الناتو في الأربعينيات من القرن العشرين، وقد انتشر هذا المصطلح في الولايات المتحدة انتشارا في الثمانينات من القرن العشرين بعد نشر كتاب أمريكا في الأطلال المزعوم أن سببها نجم عن عقود من الاستثمارات غير الكافية والصيانة الغير الجيدة للأشغال العامة. وقد ساهم النقاش حول تلك الأزمة في زيادة إدارة أصول البنية التحتية وتخطيط للصيانة للبنية التحتية. كانت البنية التحتية وتطورها دائما هو العامل الحاسم في تحديد مدى تطور الدولة ومدى تخديمها لمواطنيها وقدرتها على التقدم، ومعيارا لمواكبتها ركب الحضارة العالمية. ومع تنامي الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية وزيادة حاجتها لمراكز جديدة وأماكن أخرى للعمل، أصبحت هذه الشركات المتحكمة أصلا في مفاصل السياسة في الكثير من الدول العظمى، تضغط على حكوماتها على شن حروبات هدفها الأساسي تدمير البنية التحتية لبعض الدول، وتحت حجج شتى لكي يستطيع هذه الشركات بعد ذلك إبرام عقود لتأسيس للبنية التحتية في تلك البلدان من جديد. وقد عانت سوريا في ثورتها من هذا الأمر، فالدمار قد لحق بكافة المرافق الحيوية الموجودة في البلاد، وتحتاج إلى ملايين الدولارات ومئات الشركات العاملة لإعادة البنية التحتية في سوريا إلى سابق عهدها بما يخدم المواطنين.